وهنا شفته علي متمدد على الأرض جنب المكتب. اليوم مو عادي، اليوم بداية الدخول الحقيقي وبداية القصة الفعلية. وانا الحين ماجد، خلنا نرجع عند غرفتي. الساعة كانت قرابة 3 الفجر، وقاعد على طرف السرير وناسي فراشي وناسي النوم اصلا. افكاري تثقل على راسي وكأنها وزن على صدري، وقلت لنفسي انا وش دخلني بهذا الشيء؟ سألت نفسي هذا السؤال اكثر من مرة، وكل مرة نفس الجواب: علشان انت ما تقدر تسكت وما تقدر تغمض عيونك وتتجاهل، حتى لو انت حاب هذا الشيء وحاب انك تترك. قمت مشيت للمطبخ وجلست أصب الشاي اللي برد، وأخذت الشاي حقي ورجعت عند الكنب وفتحت اللابتوب حقي وجلست أراجع ملاحظات سيرة العائلة والقضايا اللي عليها وتواريخها، وقضية اختفاء سارة والرابط بين اختفاء سارة وقضية قديمة أنا شخصيا كنت محقق فيها، ولكني ناس تفاصيل القضية وكأنها انمسحت من مخي. ليش ما أتذكر؟ وليش هذه الحادثة بالذات كأنها مغبشة؟ فتحت سجل أرشيف باسمي من أيام ما كنت أشتغل. كلمة المرور القديمة دخلت بكل سهولة، وجلست أتصفح ملف ورا ملف لين وصلت عند اسم وقفت عنده: رنا العمري، مفقودة من 2019. عيوني تجمدت، نفس نمط اختفاء سارة. ولكن فجأة الشاشة علقت وطفت، وفتحت جوالي وبلحظة عشوائية دخلت على محادثة علي وكتبت له: وش صار معك؟ كل شي تمام؟ انتظر دقيقتين وما في رد. بعديها كتبت له: علي. لحظة صمت، بعديها جاني إشعار غريب، رقم غريب جلس يتصل علي. رديت ولكن ما تكلمت. الطرف الثاني جلس يتنفس بصوت مبحوح وبعديها قال لي: انت اخرت يا ماجد، تأخرت كثير. وبعدها انفصل الخط. طلعت من البيت بدون ما اقفل الانوار ولا حتى اخذت الجاكيت حقي. شيء بداخلي جالس يدفني، شيء اقوى من اي منطق. الطريق لعلي ما ياخذ اكثر من ربع ساعة، ولكن كل دقيقة كنت احس انها ساعة. وقفت عند عمارة قديمة 3 ادوار مظلمة، الا نور واحد جاي من شقة علي. وطلعت الدرج بسرعة وقلبي جالس يدق، ويدي كانت ثابتة على المسدس اللي عند خصري. وصلت ودقيت الباب بأقوى ما عندي، ولكن ما أحد رد. ودقيت بقوة أكثر، ولكن نفس الشيء، صمت وما في أي رد. حطيت إذني عند الباب، ولكن في صوت تنفس خفيف وكأن شخص مغمى عليه أو نايم. سحبت دبوس بسيط من جيبي ويدين اشتغلت مثل أيام أول. والشقة كانت شبه مظلمة، ونور شاشة الكمبيوتر كان واصل للأرض. وهنا شفته علي متمدد على الأرض جنب المكتب، والدم ناشف عند راسه. واضح انها كانت ضربة خفيفة ولكن مو ضربة موت. ركضت عليه ولقيت نبضه ثابت وتنفسه موجود، وجلست اقول له: علي تسمعني؟ فتح عينه شوي وجلس يتمتم بصوت هادي: ماجد، في احد دخل علي ولكن ما شفت وجهه. حاولت اهدي علي وعيوني كانت تيجي على المكتب وعلى الطاولة منحوت بأداء حادة كلمة ارجع. التفت للورق اللي متبعثر ولقيت رسم للشعار والنسخة المفلترة اللي اشتغل عليها علي. خذيتها وحطيتها بظرف صغير. علي رجع يغيب عن الوعي شوي، وانا رفعت الجوال واتصلت على متعب. قلت له ارسل لي دعم خاص فورا، الموقع شقة علي. وخلال 10 دقائق كانت دوريتين واقفة تحت باب العمارة، ونزلت لهم بسرعة استقبلهم. شرحت لهم الوضع بشكل مختصر، ان شخص تقني كنت اشتغل معه على قضية غير رسمية ابدا، وفي احد اقتحم عليه المكان وواضح ما كان يبي يقتله وبس كان يبي يوصل رسالة. واحد الضباط سألني: عندكم بلاغ رسمي بهالتحقيق؟ قلت له بيوصلكم قريب، تواصلوا مع اللواء متعب. ودخل 2 منهم على الشقة، والثالث كان برا جالس يتصل على الإسعاف. وقفت برا ونظراتي كانت على شباك شقة علي وأحاول أرتب أفكاري قبل لا أخذ أي قرار غبي. الإسعاف وصلوا وأخذوا علي بكل هدوء، وأنا طلعت معهم على المستشفى. وصلنا الطوارئ والطاقم الطبي ما تأخر، بدأوا فحوصاتهم مباشرة. وكنت واقف على الباب وجالس أراقبهم وهم يشتغلون، وكان براسي 1000 سؤال. ولكن أنا ما كنت خايف بس على علي، كنت خايف إننا فعلا لمسنا طرف خيط ما كان مفروض إننا نقرب له. وبعد ساعة تقريبا دخلت غرفة المراقبة جنب الجناح، وعلي بدأ يصحى شوي شوي، ولكن وجهه كان شاحب بس عيونه ما فقدت الوعي، بالعكس فيها قلق وخوف. جلست جنبه وقلت له بهدوء: لا تخاف ولا تستعجل، أنا معك، بس قول لي وش صار معك بالضبط. وجلس يتمتم بصوت مبحوح وجلس يقول لي: كنت أراجع الشعار وفجأة الصورة انقلبت وكأن فيها شيء مخفي، وظهر فيها ملامح وجه. ما قدرت اني اتأكد، ولكن حسيت انها سارة. ما لحقت ارفع الصورة وطفت الأجهزة وسمعت صوت داخل الشقة. قمت اخذت المسدس ولكني ما شفتهم. ضربوني او شيء واحد ضربني من ورا. سكت شوي وبعدها قال لي: ماجد، هم يعرفون اننا جالسين ننبش وراهم. هزيت راسي وقلت له: واحنا نكمل حتى لو كل شيء قدامنا جالس يقول اننا نوقف. وبعدها طلعت من عند علي وجلست على كرسي بلاستيكي في ممر فاضي. والمستشفى دائما لها ريحة خاصة،
ممزوجة بين القلق والمعقم. أخذت نفس عميق وفتحت الجوال ودخلت على تطبيق الصورة اللي كانت على مكتب علي، الشعار الغريب. وقفت عندها وكبرت الشاشة وحاولت اني ألمح اي شيء بالصورة، ولكن تعرفون شعور ان في شيء مخفي ولكن مو بقادرين تشوفونه؟ هذا نفس الشعور اللي انا فيه حاليا. جوالي رن واسمه المتصل كان اللواء متعب. رديت عليه وكنت ساكت، وسمعته يقول بصوت الهادي اللي دايم يجي قبل أي عاصفة، وقال لي بصوت عالي: ماجد اسمعني زين. وأنا هنا سكت، خفت إني أقاطعه. وقال لي أدري إنك طحت على شيء ثقيل، ولكن لازم تبطئ، والأمور جالسة تسخن بسرعة، وفيه عيون كثيرة بدأت تنتبه لك، ولازم نوقف شوي قبل ما نحترق. قلت له وأنا جالس أحاول أكتم انفعالي، وقلت له: متعب، علي كان راح يموت وراح يطلع من المستشفى، وحتى جدران بيته ما راح يكون واثق فيهم، والموضوع ما عاد مجرد قضية. قال لي: عارف، ولكن هذه القضية بالذات من النوع اللي إذا فتحت الباب للنص ما عاد تقدر تسكره. وبعد لحظة صمت قال: أعطني يومين، بس يومين وبخفف الضغط عنك وعن علي، ووقتها نكمل، ولكن بخطة غير. رديت عليه وقلت له: طيب تمام، يومين، ولكن لا تتأخر علي أكثر. وقبل ما يسكر رد علي بجملة غريبة للآن ما فهمتها. قال لي: اللي بدأ معك بينتهي معك، وتذكر هذا الكلام. وسكر الخط. وبليلتها لما خرج علي من المستشفى أخذته ورحنا على بيتي، وكان مرة تعبان، ولكن عيونه ما كانت تخفي الإرهاق اللي جواته. وصلنا على البيت وجلسنا في الصالة وحضرت له قهوة وحطيتها على الطاولة، والجو كان هادي ويختلف عن الشوشرة اللي كانت بحياتنا. علي قال لي وهو تعبان: ماجد، أنا ما كنت أتوقع أن السالفة تكبر لهذه الدرجة يا ماجد، حنا ترانا دخلنا لعبة أكبر مننا. ضحكت بخفة وأنا جالس أقول له: عاد قلت لك من البداية أن هذه القضية ما راح تنتهي بصفحة بحث أو اعتقال شخص واحد. وبعدها بدقيقة قلت له: متعب تواصل معي وقال لي إننا نخفف الشغل شوي، وعلشان يعطي نفسه وقت إنه يخطط، وتراه هو كمان ما هو مرتاح بهذا الموضوع. علي نفث الدخان من فمه وبعدها قال لي: متعب باين عليه رجل قوي، ولكن الرجال دائما لها حدود. حسيت بهدوء غريب بكلامه لعلي، وبعدها قلت له: أنا والله تعبت من هذه القضية، وكل ما أحس إني قربت أشوف إن تطلع لي ألعاب أكبر وأعمق. علي قال لي: بس تراك أنت ما تقدر توقف، وأنت تراك خصوصا أكثر واحد ما تقدر إنك توقف. سكتنا شوي بعدين سألته: وش رأيك؟ وش تقول إن الخطوة الجاية تكون؟ رد علي بعد تفكير عميق: أول شيء لازم نجمع أكبر قدر من الأدلة اللي تثبت هذه اللعبة الكبيرة، وبعدين نقرر من وين نبلش. وناظرت له وفكرت بكلامه، وطلع كلامه صحيح، ولكني سكت ما رديت. وكانت ليلة طويلة، ولكن حسيت إننا فيها مع بعض، وهذا أهم شيء. والساعة والجو كان ساكن إلا من صوت المكيف وصوتنا اللي جالسين نكسر فيه الصمت. وعلي كان جالس على الطاولة وأنا قدامه، وعلى الطاولة قدامي في ورقة فاضية وقلم. ناظرت لعلي وقلت له: لازم نحدد 3 أشياء. أول شيء من نراقب، وثاني شيء وش جالسين ندور، وثالث شيء من وين نخترق. هز راسه وقال لي: أنا معك، ولكن أول شيء لازم نبلش فيه هو العائلة. سحبت الورقة وكتبت فوق بالخط العريض: عائلة سارة. الأب علاقته بالحكومة قديمة وعليها شبهات ولكن بدون أدلة، والشركة العائلية تم التلاعب باسمه مرتين آخر 2 سنين، وتحويلات مالية مشبوهة بعض الشيء. علي أشار على الورقة وقال: ركز على التحويلات وعلى الشركة، وأنا أقدر أرجع أشوف البيانات اللي كنت أشتغل عليها قبل الهجوم، وإذا قدرنا نربط اسم معروف بغسيل أموال أو تجارة أعضاء أبشرك أنه نقدر نفك أول خيط. قلت له: تمام، وأنا بركز على زيارة الأماكن اللي ظهرت فيها سارة قبل اختفائها، الأماكن اللي كانت تروح لها والناس اللي كانوا حولها واللي يمكن أحد منهم لحد الآن تحت رادارهم. وبعد لحظة صمت بيننا علي رجع سألني وقال لي: طيب وش عن الشعار؟ طلعت الظرف اللي حطيت فيه الصورة وعطيته لعلي. الشعار فيه عناصر شعارات من منظمات دولية، بعضها معروف بتجارة الأعضاء وتجارة البشر، بس ما يقدرون يستخدمون عبث، ومعناها أن اللي خلفه يبغى يوصل لنا رسالة. رديت عليه وقلت له: ترى الرسالة واضحة، والرسالة هي إننا لازم نوقف، ولكن حنا جالسين نسوي العكس، ولازم نخلي الشعار طريقنا إن نوصل لهم. وأرسل نسخة منه لزميلك اللي يشتغل بالتحليل البصري. علي ابتسم وقال لي: خلاص تمام، الحين برسل الصورة له وأقول له وش يسوي بالضبط، وأكيد بكرة بيعطيني الرد إنه علي يرجع يشتغل على الملفات الرقمية، الشعار والتحويلات، وأنا أبدأ أراقب حركة الأب ورجاله بطريقة
غير مباشرة، ونركز على الاجتماعات الليلية والناس اللي يدخلون ويطلعون. علي ناظرني وقال لي طيب نفترض ان لقينا طرف خيط، بعديها وش بنسوي؟ نظرت له وقلت له وقتها بندخل، ولكن مو كشرطة بل كأشخاص داخلين نخلص القصة من جذورها، واللي بيوقفنا بيصير جزء منها. سكتنا شوي وبعدين قال علي وهو جالس يطالع الشعار: ماجد، تتوقع نقدر نرجع سارة؟ رديت عليه وقلت له وانا جالس اطفي النور علشان استعد للنوم، قلت له اذا كانت حية ما بطلع الا وهي معي، واذا كانت راحت وميتة بنرجع اسمها. وبعدها كنت على وشك اني اطفي الجوال وانام، ولكن قبل ما اضغط اي زر جاني اشعار بريد الكتروني، وكان عنوان البريد: محاولة دخول غير مصرح بها. البريد مرتبط بجهاز القديم حق علي، السيرفر الخاص حق علي اللي كان يحفظ عليه المعلومات السابقة حقة البحوثات. ودخلت بسرعة والوقت نفس ليلة الهجوم على علي، في محاولة وصول الدخول على الشبكة من جهاز غير موجود عندنا، وضغطت على زر التفاصيل والمصدر كان VPN غير معروف، وكان محمي ب8 طبقات تشفير. وفي الملاحظات الآلية للجهاز مكتوب سطر واحد: تم إيقاف محاولة تحميل الملف. ناظرت لعلي اللي كان نايم على الكنبة وقلت بصوت واطي: يا علي، الهجوم ما كان عليك شخصيا، كان على شيء انت تعرفه. ورجعت فتحت اللابتوب وجلست ابحث عن الملف، ولكن ما لقيت له اي اثر. وهنا رجعت تدور ببالي اسئلة اكثر: وش يعني بلاك ميرور؟ وش علاقته بعلي؟ وبوقتها حسيت ان الاعتداء على علي ما كان مجرد تهديد، بل كان تصفية حسابات. ولكن يبقى السؤال: هل فشلوا او بس كانوا يبغون يخوفونه علشان يتراجع؟ وانا هنا صرت متأكد ان كل خطوة جاية راح تكون مراقبة، ولكن من مين؟ الله أعلم. سكرت اللابتوب وجلست أطالع في السقف، وجلست أقول: بلاك ميرور، الاسم لحاله ثقيل. ونظرت لعلي وكان نايم نوم ثقيل، ولكن باين عليه إنه خايف حتى وهو مرتاح. حسيت نفسي إني مسؤول عنه، ولكن بنفس الوقت ما أقدر أشيل كل شيء على ظهري، وفيه شخص مفقود ورا اختفائه عائلة ما هي بسيطة، وشبكة أوسخ من أي قضية مرت علي بحياتي. رجعت أقول بيني وبين نفسي: علي له وقته، ولكن الحين سارة هي الأولوية، ولو ما وصلت لها كل هذه الأمور ما لها معنى. قمت من مكاني وفتحت دفاتري القديمة، خرائط وملاحظات وخيوط متقطعة. وقفت قدام السبورة الصغيرة ورجعت أكتب عليها بخط واضح: سارة وينك؟ وكتبت تحتها مباشرة: دخول قريب داخل العائلة، ولازم أحد منهم ينكسر أو ينطق. ونمت وصحيت ثاني يوم بدري بشكل غريب، أنا استغربت من نفسي، ورحت تروشت ولبست لبس رسمي مرتب، وربطت ساعتي القديمة ولبستها، وحسيت أنها جالسة تعيد لي حس التحقيق من أول وجديد. وطلعت على المركز وما كان ببالي إلا هدف واحد: أدخل رسميا وأقدر أدخل لهم من جوا. ودخلت على مكتب متعب، وكان متعب واقف على الدريشة وجالس يشرب قهوة. ما التفت لي مباشرة وقال لي وهو جالس يطالع برا: ما توقعت أشوفك بهذه السرعة. قلت له وأنا جالس أسحب الكرسي وأبغى أجلس عليه، قلت له: متعب، الموضوع ما صار مجرد قضية، ما عاد يمديني أظني على الساكت وراقب من بعيد، أبي أدخل رسميا بينهم. التفت لي بهدوء وعيونه جالسة تحلل وتراقب وتقيس كلامي. قال لي: تبيني أفتح لك ملف رسمي وتدخل على اسمك؟ قلت له: لا الصراحة، ولكن أبي تحط لي غطاء قانوني ولكن غير مباشر. أبيك ترتب لي مقابلة مع خالد آل سويلم عم سارة، وأقول له إني مهتم بالشغل عندهم، أقرب له من الداخل وأعرف العائلة وش مخبين. متعب هز راسه وقال لي: خالد ذكي، ما راح يثق فيك بسهولة. رديت عليه وقلت له: ولا أنا أبيه يثق فيني، ولكن أبيه يحس إني فرصته الجديدة. أقول له إني اشتغلت من داخلي وإني أبي وظيفة رقابة خاصة داخل الشركة. سكت متعب شوي وبعدين رجع على مكتبه وقعد وقال لي: أقدر أمهد لك، ولكن لا تفتح أي ملف رسمي ولا تستخدم اسم سارة في أي شيء. رديت عليه وقلت له: أوامرك. مسك الجوال وكلم جهة داخلية ونسق لي موعد باسم ماجد كخبير أمني خاص، وإني جاي من طرف توصية. وبعد أقل من ساعة كان عندي رسالة فيها عنوان مكتب خالد وموعد بسيط على شكل لقاء تعارفي. طلعت وجلست بالسيارة شوي وجلست أناظر للمبنى من بعيد، وقلت بصوت هادي: هذه أول خطوة أن ندخل فيها للحفرة، وخلني أشوف وش تحت الغطاء اللي مغطيته هذه العائلة. وقفت قدام شركته والحراسة ناعمة ولكن مدروسة، ومظهر الشركة يوحي بالفخامة، ولكن اللي وراها الله يعلم. طلعت الطابق السادس واستقبلنا السكرتير بابتسامة باهتة وقال لي: اتفضل، الأستاذ خالد ينتظرك بالداخل. ودخلت المكتب، وكان خالد رجل بنهاية الخمسينات، وكان لابس بدلة رمادية غالية ونظراته تحلل قبل لا يرحب. مد يده وابتسم ابتسامة خفيفة وقال لي: انت ماجد الخطاف؟ سمعت عنك والجماعة مدحوك. سلمت عليه وجلست، وطلعت السي في من الملف وعطيته اياه.
وقلت له بثقة: نعم، اشتغلت سنوات طويلة بالأمن الداخلي وتحقيقات داخلية وتقييم مخاطر بشرية، وقررت الفترة الأخيرة أن أشتغل بشكل انتقائي مع جهات محددة، وشركتكم لفتت انتباهي. وأخذ السي في وجلس يناظرني ويناظر السطور ويرد يناظرني، وسكر الملف وناظرني. قال لي: وش اللي خلاك تختار شركتنا بالذات؟ جاوبت بكل هدوء: التوسع اللي صاير عندكم وانكم جالسين تدخلون أسواق جديدة، وواضح أن في حساسية بالبيانات والمعاملات، وأغلب مشاكل الشركات بهذا الوقت تكون من الداخل ومو من الخارج، وأنا شغلي أني أعرف الخلل قبل لا يكبر. جلس يضحك ضحكة بسيطة وقال لي: طيب وإذا صار خلل من فوق؟ قلت له: أعرف أشتغل بدون ما أحرك الغبار، ولكن أوصل معلومة للي يحتاجها. استرخت ملامحه وقال لي: واضح عليك انك فاهم اللعبة صح. رجع ناظر الورقة وقال لي: يعجبني النوع اللي ما يحوس كثير بس يعرف وين يحط اصبعه. وبعدها جلس يسألني اسئلة اعتيادية موجودة بكل الشركات. جلس يسألني: وين اشتغلت؟ وليش تركت؟ هل اقبل اكون تحت التجربة؟ وش نوع العقود اللي تناسبني؟ وجاوبت على كل الاسئلة بكل ثقة، لا زودت ولا نقصت. واعطيته صورة ماجد الاحترافي اللي بيخدم مصالحهم، ولكن هو ما يدري اني جاي اخدم قضية ضده. وبعد نهاية اللقاء مد يده لي وقال: بنراجع اوراقك بنرد عليك خلال يومين، ولكن اتوقع ان ردنا بيكون ايجابي. طلعت من مكتب خالد ومشيت عند الاستقبال، الكل يطالع ويبتسم ابتسامة مصطنعة. وركبت السيارة وشغلتها وناظرت المبنى من المراية السيارة، وقلت بيني وبين نفسي: هذه البداية، بداية الخيط. خالد يضحك، ولكن انا داخل اشوف وش اللي خلف وجهه، وواحد واحد العائلة هذه بينقبض عليهم قدامي. وبعدها بيومين وكنت جالس على الكنبة وقدامي ملف سارة وصورها ومحادثات قديمة بينه وبين أهلها وملاحظات مبعثرة وكوب القهوة اللي برد من كثر ما أنا جالس وناظر فيه بدون ما أشربه. ورن جوالي، الرقم مو مسجل عندي ولكني عرفته من أول مرة، وكان رقم المتصل هو خالد سويلم. رديت بثبات وقلت له: ألو، معك ماجد. ورد علي بصوت الهادي المعتاد، ولكن هذه المرة كان فيه نغمة حدة وكأنها نبرة رجل جالس يختبرك حتى بعد ما قبل فيك. وقال لي: أهلا أستاذ ماجد، حنا اطلعنا على ملفك وعجبنا كثير، وأعتقد أن وجودك معنا بيضيف شيء للشركة، وأقدر أقول لك أهلا فيك. سكت لحظة وبعدها قال لي: بتباشر معنا بكرة الصباح ومكتبك بيكون الدور الخامس. قلت له بشغف علشان أمشي الدور يعني. قلت له: إن شاء الله بكرة أجي. وقفلت الخط، وبعدها رجعت جلست بمكاني وجلست أناظر بالأوراق، وطاحت عيني على صورة كانت سارة فيها مع عمها خالد في مناسبة قديمة. وقلت بصوت هادي: أنا جايك يا خالد، ولكن مو شغل، أنا جاي أفتح الصندوق الأسود حقكم. وطلعت ورقة صغيرة وكتبت فيها: اليوم التالي دخول فعلي، مراقبة، لا تصادم، لا استنتاجات سريعة، وهدفي أوصل للشيء اللي بيخليهم ينهارون من الداخل. وحطيت الورقة بالملف وطفيت النور ونمت وأنا عارف إن بكرة ما راح يكون مجرد أول يوم عمل، وبكرة هي بداية الاختبار الحقيقي. وصحيت ثاني يوم الصباح ووصلت على الدوام قبل بربع ساعة، ولبست بطاقة التعريف الجديدة، وكان اسمي ماجد الخطاف، وكان تخصصي بالمكتب هو رقابة أمنية خاصة. ودخلت وعيون كثيرة طاحت علي من أول ما دخلت على البوابة الداخلية، والموظفين والحراس جالسين يطالعوني، ولكن هذا طبيعي لأن شخص جديد جاي. ولكن كان في عيون مو مجرد فضول، كانت عيون شك. واستقبلني مشرف القسم وكان اسمه سامي، رجل محترم ولبق، والواضح عليه انه من النوع اللي يحب النظام والشغل، او على الاقل يبين كذا. ولف فيني المكان وجلس يشرح لي الاقسام، وجلس يوريني انظمة الدخول وعلى طريقة رفع التقارير، وعرفنا على زملائي واغلبهم رحبوا فيني بابتسامة مجاملة، وبعضهم تجاهل الموضوع. بس في واحد كان مختلف وكان اسمه مروان، وعمره حول 40 سنة، وكان هادي ولكن عيونه تقول كلام ثاني. وأول ما جاء علي وسلم قال لي: أنت جاي من جهة عليا صح؟ نظرت له بابتسامة باردة وقلت له: أنا جاي أشتغل، هذا اللي أعرفه. ناظرني بعيونه الضيقة وقال لي: اللي يشتغل هنا يتكلم أقل ويشوف أكثر. ورديت عليه وقلت له: وهذا بالضبط اللي أنا جاي أسويه. وسكت، وكان من الواضح عليه أنه مو مرتاح لي، وكان يراقبني طول الوقت، وكان يحلل حركتي وحتى لما أمسك القلم. ومر اليوم وكان عبارة عن اجتماع وتمرير بيانات وتدريب سريع على النظام الداخلي للرقابة، وكل شيء كان طبيعي، ولكن كل الأشياء كانت لامعة بزيادة. وخلصت الدوام وطلعت من المبنى وركبت سيارتي، وهذا أول يوم مر، ولكن واضح أن في شيء ما أدري وش هو، ومروان لازم أراقبه أكثر. وصلت على البيت وفتحت الباب ورميت الملف على الطاولة، وفجأة جوالي جلس يرن. وكان المتصل علي، ورديت على طول، وبعدها قال لي: أخيرا يا أخي، وينك؟ صار لك يومين ما ترد. جلست على الكرسي وقلت له بصوت تعبان:
أنا خلاص صرت بينهم، صرت بشركة خالد السويلم. سكت شوي وبعدها سمعته جالس يقول يعني الحين أنت تقدر توصل؟ رديت عليه وقلت له إذا لعبتها صح إيه، ولكن من أول ما وصلت كان في واحد شاك فيني واسمه مروان، وعيونه ونظراته لي مو مريحة أبدا. قال لي علي انتبه، ترى يمكن هذا واحد من اللي يشتغلون تحت الطاولة معهم ولكن خلف الأنظار. قلت له أدري وأنا مو ناوي أستعجل، وأول خطوة رصد، وبكرة ناوي أبدأ أحفر. سكتنا شوي بعدين قلت له علي إذا حسيت الأمور انقلبت لا تتصرف من نفسك، بلغ متعب وخليك حذر. قال لي خلاص تمام. طيب وأنت؟ قلت له أنا بدخل بس ما راح أطلع إلا وأنا معي شيء يكسر ظهرهم. ومر شهر كامل وأنا جالس بين ذئاب وأشتغل معهم، ولكن لابسين بدلات رسمية، وأضحك بوجيههم وأشرب القهوة معهم وأوقع تقارير ما أحد يجرؤ انه يسأل عن تفاصيلها. وكل يوم جالس اتأكد ان هذه الشركة مو مجرد غطاء، بل هي مصنع مظلم خلف واجهة زجاجية يشتغلون فيها شغل نظيف فوق الطاولة، ولكن الشغل النجس هو تحتها. واللي صدمني اكثر انهم مو بس يتاجرون بالاعضاء، لا هم يديرون السوق كامل من ناحية مزادات ووسطاء تهريب ومختبرات تحليل وعقود مزيفة واطباء مرتزقة وعلاقات دولية ما حد يعرف فيها. ودخلت مكتب متعب وانا حافظ ملامحي زين رغم الغليان اللي بداخلي. ووقف متعب وسلم علي بنظرة فيها تساؤل، ونظرته تقول كأنك شايل شيء ثقيل. جلست قدامه وحطيت قدامه ظرف ثقيل، وبعدها قلت له كل شيء هنا قدامك واللي ما هو موجود حافظه براسي. وفتح الظرف وبدأ يناظره وشاف نسخ للبريد الداخلي وتقارير التصدير المزورة ورموز الشحن اللي تطابق سجلات دولية للتجار بالأعضاء. وقال لي بصوت هادي كأنه ما يبي يصدق، قال لي وش ذا يا ماجد، كيف جبت كل ذا؟ وقلت له وانا جالس اناظر بعيونه مباشرة هذه مو شركة استشارات أمنية، بل هذه من أضخم الشبكات بتجارة الأعضاء بالمنطقة عندنا، واللي وراها هو خالد سويلم، والناس اللي فوقه يمكن ما نقدر حتى نذكر أساميهم. سكت لحظة وبعدين كملت كلامي. قلت له أنا مثل ما طلبت ما شكيت ولا تحركت ولا فتحت فمي حتى، ولكن الحين لازم نقرر نكمل ولا نرجع خطوة. بعد بثواني قال لي راح أرفع للداخلية ولكن بطريقة ملتوية، ما نبيهم يحسون ونبي نخترقهم من الداخل. قلت له وانا جالس اقوم انا معك يا متعب، ولكن تذكر اللي ورا خالد ما عندهم رحمة ولا شيء يخوفهم اكثر من الحقيقة. سكت شوي وبعدها قال بصوت ثقيل واخطر شيء انهم يعرفون انك قريب منهم حتى لو ما قالوا. وبعدها قلت لمتعب انا لازم اخلي خالد يثق فيني بزيادة ويخليني بشغله الخاص، يعني باختصار شيء بعيد عن الموظفين العاديين اللي عنده. متعب ضاق صدره شوي وقال لي وش ناوي تسوي يعني؟ رديت على متعب وقلت له اطرح نفسي لخالد كأني شخص فاهم السوق وفاهم الأمن، وأقول له كمان أني تعاملت بهذه الحالات من قبل، وأعطيه تلميحات أني ممكن أنفع بهذا الشغل اللي ما ينكتب على ورقة. قال لي متعب تمام، ولكن تصرف بذكاء، لا تصير مباشر ولا تخلي شيء يستخدمه ضدك بعدين. سكت شوي وجلست اناظر بمتعب، بعدها كملت كلامي. لو سألني عن الماضي اقول له اني اشتغلت مع ناس ثقيلة زمان، وان بعض الامور كانت خارج القانون ولكن كانت لمصلحة الوطن، وفهمك كفاية. وهالنوع من هذا الكلام يخلي الاشخاص اللي مثل خالد يرتاحون لي. سكتنا شوي وبعدين متعب ضرب المكتب بصبعه وقال لي اقرب باب علشان توصل لهذه الغرفة راح يكون عن طريق خالد بنفسه، ولكن ما راح يفتح لك مجال إذا ما شاف أنك راح تشتغل بوساخة. قلت لمتعب بثقة أنا راح أخليه يشك فيني وأخليه يختبرني، وإذا اختبرني راح أدخل. وقام متعب من مكانه ولف حول المكتب ووقف جنبي وحط يده على كتفي وقال لي اسمعني يا ماجد، إذا دخلت ترى ما في تراجع، راح أشك فيك بأي لحظة وراح تشتغل وحيد. قلت له أنا مستعد، ولكن انت خليك ظهري إذا وقعت، ولو وقعت أنا أبي أحد يسحب هذا الركام من تحت اسمي. وطلعت من عند متعب ورجعت بيتي وجلست طبيعي مثل باقي الأيام، وبعديها رحت نمت. وثاني يوم صحيت الصباح وجهزت نفسي كالعادة وربطت ساعتي اللي دائما أشيلها وقت الجد. اليوم مو عادي، اليوم بداية الدخول الحقيقي وبداية القصة الفعلية وبداية التسلل لشبكة خالد سويلم، أو بالأصح محاولة أني أكون واحد منهم. ركبت السيارة وشغلت الراديو ولكن بدون صوت، بس كذا أحب أشوف الموجات جالسة تتحرك، يمكن علشان أحس أن في شيء يتحرك غير الشك اللي براسي. ووصلت الشركة وكنت جالس أمشي بخطوات ثابتة وكأن الشهر اللي فات كان مجرد تدريب. وقابلت بعض الزملاء داخل الشركة والسلامات المعتادة بيننا والوجوه اللي بديت أحفظ نواياها من طريقة ابتسامتها، ولكن عيني كانت تدور هدف واحد واللي هو خالد. ودخلت عليه بهدوء على مكتبه
وكان جالس يراجع الملفات، وقال لي بدون ما يرفع عينه عن الملفات: اهلا ماجد، اتفضل اجلس. جلست وقلت له بصوت هادي: انا حاب اتكلم معك بشيء خاص، عن شيء محدد. رفع عينه وشافني بنظرة فيها شوية فضول. قلت له مباشرة بدون أي مقدمات: أنا اشتغلت بأماكن قبل فيها ملفات خاصة وأشخاص مهمين وشغل دقيق أحيانا خارج السجلات، وأحس أن عندك شغل من هذا النوع. سكت وما كان يقول شيء، بس كان يسمع. كملت كلامي، قلت له أنا مو فضولي ولا جاي أحقق، أنا أقدر أكون مفيد، ولكن لو عطيتني الفرصة المناسبة. شال نظارته وهو جالس يناظرني بهدوء. قال لي: وش تقصد بمفيد يا ماجد؟ رديت بعد ما تنحت، قلت له: قصدي وقصدك واحد، ولكن ما ينقال هنا. ولكن إذا بيوم من الأيام احتجت أحد تثق فيه ويشتغل معك بدون ما يسأل ويكون ساكت، أنا موجود. نظرته علي طالت يمكن دقيقة ونص، بعدها قال لي: طيب خلنا نشوف. طلعت من المكتب وأنا حافظ وجهي ببرود، ولكن قلبي كان يدق بقوة. وقلت بيني وبين نفسي: وهذه البذرة وزرعتها، ولكن السؤال الأهم: متى راح يسقيها؟ ومتى بيناديني لأول مهمة تكون خارج كل شيء رسمي؟